بكل الأحوال، أنا كيف الناس كاملة مشيت يامس لهاي الوقفة اللي دعت لها تنسيقية دي ميوزيك بمناسبة مرور سنة على محاكمة أبطال ملحمة دي ميوزيك أمام المحكمة العسكرية بالرباط، والمطالبة بإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين، وكذلك ضمن هذه الفعاليات الحملة الوطنية والدولية من أجل توسيع صلاحيات بعثة المنصة اللي تشمل مراقبة حقوق الإنسان والتقرير عنها. ككل مرة على كل حال كان هناك حصار يعني كبير وقوي طوق حول كل المنطقة المؤدية ولا المجاورة لحي معطلة وشارع السمارة، المكان اللي كان مقرر على أن تنفيذ الوقفة. تعرضت للتعنيف مع مجموعة من الرفيقات بالخصوص، اعتقادا أن في ناس ثانية تعرضت كذلك للتعنيف في أماكن أخرى. عموما كيف شفتوا يعود إنسان واحد تحيط بك مجموعة من الأشخاص بزي رسمي وغير رسمي، لأول مرة يعود الزي الرسمي كثير الناس فيه، يركموا يخبطوا بالحيصي برجولهم بالركل، ولكن كذلك سحلوا بعض الأخوات للأسف الشديد، عرضنا لقدر كبير من التعنيف. هذا يعني على أنه واحدة من ثنتين، يا إما وحقيقة أنه هذا تعبير عن فشل على عدم قدرتهم على التعامل مع الحجج ومع الحراك السلمي اللي احنا والمقاومة السلمية اللي احنا متباركين معها. والله كذلك يمكن تعود في رسالة مع تبدالها الولاة الجدد، لكن بكل تأكيد على أنه هذا العنف ممنهج ومنظم وقودوه القادة الأمنيين المغاربة على كل حال، اللي أعتقد أن سلطتهم فوق سلطة الجميع. القضاء ما يحرك ساكن في الشكايات، هؤلاء الناس يعدلوا اللي يبغاوا يبطوا كيف يبغاوا، بالتالي هم فوق القانون بالتأكيد. القانون بالرغم من أنه قانون احتلال وكذا، ولكن هم كذلك فوق حتى هذا الموجود منه. تعريض هذا الأخوات للإهانة ونحن كاملين هو الشيء يعني مؤسف ومؤلم. يا غير لن يثني، نحن سنواصل، هذه مسؤولية مباشرة لملك المغرب والحكومته بالتأكيد. احنا نعرف عن هذه الصحراويين تنعطى لهم مسؤوليات لا حول لهم ولا قوة، الله غالب مساكين، إذا يقدروا يعودوا باغين ذاك الاسم كذا، ولكن بالتأكيد على أنه الواقع يقول على أنهم لا حول لهم ولا قوة، وبأنهم يعني راقبون ومشاركون ومنخرطون في إهانتنا.